الستات بيبقى فيهم عيوب، بس في الغالب مهما كان فيها عيوب في الموضوع المالي مقبوله. الراجل هو الكارثي بصراحه. موضوع الخطوبه ده يعني ايه؟ تاخدوش اي نمط من نمط سلوك في الخطوبه ده نمط حقيقي، لا سلبي او ايجابي. ليه؟ سواء سلبي او ايجابي. يعني احيانا في حد بيبقى في الخطوبه ايجابي جدا، اللي هو ايه؟ يلا هوبا هوبا يلا يعني ايه؟ نروح نتفسح ماشي، هدايا ماشي، كلام ماشي، وقت وبتاع. الفتره دي زي بالظبط لما حد يقول لك لما كنا في المصيف كان يعني عاطفي جدا معايا. طب ما اكيد انتوا فاضيين وما لهمش حاجه، ما لهوش شغل ومفيش حاجه بيفكر فيها، هو كده قاعد في مساحه ايه؟ مصفر دماغه وفضيلك تمام. الخطوبه كده، الخطوبه هو مقتطع وقت من حياته مده طالت ام قصرت ايه، او خاطب وبيشتغل وهو بيتعامل مع الفتره اللي هو الفتره اللي بيقعد فيها مع خطيبته او بيروح لها البيت او بيتكلموا مع بعض او بيخرج. ده جزء المتنفس الوحيد ليه في حياته. بعد ما يتجوزوا جزء من الجواز ده، الجزء الغنم بتاعه خده، اللي هو الاولاني الجزء بتاع البسيط ده، وبعد الجواز في جزء من الغنم خده خلاص، جزء كبير من الغرم اتضاف عليه، اللي هو ايه؟ ان كده بدل ما كان من الرجل مطلوب منه ان هو يعمل او لا يعمل، ينجح او لا ينجح، يصرف او لا يصرف. ودي مشكله كبيره جدا عند الرجال، اللي هي فكره ايه؟ ان هو البنت مثلا اول ما بتيجي تتجوز، عامه كلام النساء في غالبا مش لا يدخل قوي في تفاصيل تكلفه الزواج، مش الكلام في ده، نوعيه الحاجه اللي تتجابها، نوعها، فايدتها. الرجاله بتبقى مشكلتهم ايه؟ ان ده مكلف، هو اللي هيشيله، هو ده، فده بيعمل له ضغط مالي وعصبي بتاعه، يترجم لمجهود، والمجهود ده اما كمان مجهود يعني اما في فلوس هيصرفها، والمجهود ده كمان هيبقى متداين بالمجهود ده خلاص، فبيبقى تكلفته كده. بعد الزواج جزء من المساحه بتاعته اللي هي الايه، الهدوء الذهني ده ما بتبقاش موجوده تقريبا، شبه ما بتتكررش تاني. يعني انا كان ممكن اعمل سيرفي مسح عام الا في حالات معينه، الحالات دي متعلقه بمستوى مالي معين، مستوى مالي معين ان هو قبل الزواج، بعد الزواج معلوش اي ضغط، فهو ايه؟ الوقت المتاح في القبل متاح في البعد، فسهل. لكن بعد ففي حد يقول لك ايه؟ على فكره هو اتغير خالص بعد الخطوبه، هو ما اتغيرش، هو على الحقيقه كان ايه؟ دي حاله طارئه اللي كان في الخطوبه وبعد كده رجع لاصله، فده اصل خلاص. ده واحد. واحنا كنا بنتكلم ده على حاله ايه؟ الانشغال وعدم الانشغال، الاهتمام وعدم الاهتمام، اللي هو بيترجمها الطرف الاخر ليه؟ لانه انا ما بقتش مرغوبه، انا ما بحبنيش زي الاول، انا مش مدين. هو دي هنيجي للخطوه دي اللي هي فكره الرجاله بيحسبوا ازاي. يعني ايه؟ الكتاب بتاع السلسله بتاعت الراجل بتاع الرجال من المريخ والنساء من الزهره، السلسله دي في العام مفيد جدا. هو طبعا ليه 6 كتب او 7 كتب، كلهم 6 أو منهم عن رجال من المريخ والنساء من الزهره، بيدندن حوالين المعنى ده. والمعنى الكتاب ليه الاطفال من الجنه، ازاي يتعامل بالكلام السيكولوجي ده برضه على الاطفال. الطفل العنيد بيعند ليه، الطفل اللي مسمعش كده، الطفل اللي بيبقى هادي وبعد كده بيبقى عنيد جدا وبعد كده يرجع تاني ليه بيعمل كده، وهكذا. فهو الراجل ده يعني بيقول المحات ممتازه جدا، ميزتها الكبرى ان هي مش بحث سيكولوجي نظري، لا، معتمد كبير جدا على الاحصاء. الراجل قاعد ليه 20 سنه مثلا ولا حاجه بيتعامل مع حالات زوجيه وبتاع، ففي شكاوى عام. احنا قلنا ما دام في نمط من الشكاوى يبقى في الرجاله والستات بيكرروا سلوك ايه؟ دائم. عشان كده بيخرج منها النكت النكت الرجاله على الستات ونكت الستات على الرجاله. في الغالب احنا بنطلع نكت اكتر يعني فاضيين بقى ننتقم منهم بطريقه ما يعرفوش يرجعوها، ما يردوا الانتقام تاني خلاص. فهي الفكره فيه، او واحد بيبقى ايه؟ تقول لك انا في الخطوبه قلقانه جدا، شخصيه صارمه وهاديه وجاده وبتاع. مش ده لازم يكون شكله النهائي على فكره، مش لازم. ليه؟ ممكن يكون اللي بيحجزوا اشياء خلاص، فلا ده الصوره النهائيه ولا دي الصوره النهائيه. عشان كده احنا قدمنا في معيار الاختيار كل الحاجات، في الاخر قلنا ايه؟ فكره القبول العام والخلق وبتاع. لو هو عنده خلق يمنعه ودين يمنعه خلاص يبقى فيه ايه. لكن في واحد دينه يمنعه بس خلقه ما يمنعوش، احنا قلنا ايه ساعتها؟ جانب الخلق، ما هو ده جزء في الخلق ده اللي بيسموه انماط الشخصيه، ان ايه الحاجه اللي هتصرف بيها على طول. فانا عايز اطمن بس. عشان كده احنا قلنا احيانا ما غروش، لا يغر اي طرف سواء بنت بولد او ولد بنت بالسلوك في فتره الخطوبه. اسال عنه اكتر ناس عشرته، اسال عنه اكتر ناس عشرته. ليه؟ لانه اكتر طرف عشره هو اللي يقول لك. يعني واحد عاش معاه فيقول لك لا فلان جدع، فلان منظم، فلان في واحد بيبقى جاي بيخطب، ودي حاجه يعني حطوها في اعتبارك. الانسان احيانا بيجي له موجات، بس ده يبقى اعلق بالانماط المرضيه. يعني في حد بيسموه بيبقى احيانا عنده حاجه اسمها ثنائي القطب. ثنائي القطب ده ليه تجليات كتيره، منها انه ايه؟ بيبقى في حاله
ايجابي جدا ومنتفع وبينزل يشتري حاجات ومنفتح على الحياه وبتاع، وبعد كده الاسبوع اللي بعده يقلب اكتئاب مزمن، نوم، كسل، مش عايز يعمل اي حاجه، عاده تبديد اموال في اي شيء ملوش لازمه. ايه ده؟ هو ده الشخص اللي كان معاه بعدها باسبوعين. فانت ممكن تقابله في انهي. عشان كده احنا دايما دي نصيحه عامه بنقول يا اخواننا لازم الخطبه ما تقلش عن اكس، يعني على الاقل الفتره اللي قبل ما تتجوزوا 6 شهور، يا اما داخل الخطبه يا اما تكون عارفاه قبل كده. يعني حد يقول لك لا انا اشتغلنا مع بعض شغل قبل كده، شفت 4 شهور، يبقى باقي لك في ذمته شهرين عشان تعرفي ان اللي موجود معاكي ده مش شخص تاني. والا في حد بيبقى نفسيا، واحد يقول لك والله انا اتعاملت معاه كان سوي ما اعرفش اتجن امتى، وواحد يقول لك والله البنت ملاك اول ما طب كانت ملاك قد ايه؟ 3 شهور. ما ممكن تكون الحاله ساعتها كان عندها الحاله فكانت ملاك، وبعد كده قلبت. خلاص. واحد يقول لك لا بس انا شفتها قعدنا شهر مخطوبين، شهرين مخطوبين. مش ده النمط. ممكن النمط المرضي ما يبانش، فاحنا عشان كده بنقول ايه؟ جزء من لو كنا ما قلناهوش ده يؤكد عليه فكره ايه؟ النمط الكافي من الوقت، الوقت الكافي اللي يبان فيه النمط الشخصي. واحد يكون انا شفته قبل كده، واحد يقول لك ايه؟ كنت عارفاه قبل كده، لما جينا اتخطبنا حسيته كده قفش. طب انت في استصحاب حاله قبل كده؟ يقول لك لا كنت اعرفه قبل كده 4 شهور 5 شهور 6 شهور وكان غير كده، استصحبت الحاله دي طريقه. في واحد تقول لك انا شايفاه منظم ولسانه جميل جدا وبيتكلم وبتاع، اسالي عن حد 10 سنتين 3. ليه؟ لانه مش هيبان ابدا. حديث عمر بن الخطاب اللي قال لهم ايه؟ هل فيكم من يعرف فلان؟ واحد قال له انا اعرفه، فقال له انت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه، انت بتشوفه بقى كل يوم قال له لا انا مش جار. قال له اذا تاجرت معه بالدرهم والدينار الذي يعرف به الناس، اتعاملت معاه بفلوس. وبالذات احنا بنقولها في الرجاله بالذات. الستات بيبقى فيهم عيوب بس في الغالب مهما كان فيها عيوب في الموضوع المالي الا لو كانت عيوب مرضيه، وده هنيجي ليه في الكلام، مقبوله. الراجل هو الكارثي بصراحه. لو هو عنده عيوب لو هو عنده عيوب ماديات مثلا، هو شديد البخل هيطلع عينه. صاحب الشريعه اذن في السرقه في مال، يعني مش السرقه، الاخذ من مال. ليه؟ لانه حقها وهو مش راضي يصرف. خلاص. فاحنا عايزين حد يقول ايه؟ فقال له انت تجرت معه بالدرهم والدينار الذي يعرف به الناس؟ قال له لا. قال له اذا سافرت معه؟ قال له لا. قال له اذهب فانك لا تعرفه فاتني بمن يعرفه. واحد يقول لك ايه؟ بس كان مخطوبين 3 شهور 4 شهور كان كويس. مده كافيه عشان يتبين فيها الاشياء. يبقى عد علينا كذا ايه؟ كذا موقف بكذا حاله نفسيه بكذا. عموما احنا طبيعه الناس في حاجه متعلقه بالبيولوجي تكويننا الجسماني، وحاجه متعلقه بالاوقات السنه. خلاص. ففي واحد مثلا شهر 7 لو جيت له من شهر 6 لغايه شهر 8 بقى شخصيه لا تطاق، مش ممكن تتكلم معاه. بيكون شغال ايه؟ يا تاجر يا حاجه في المحاسبه، يا اما ناس بتقفل ميزانيات ماليه. فالوقت ده في السنه لو في رقم غلط هو بيته هيتخرب. لو رقم غلط فيه هيخرب بيت شركه، فهو اصلا ما بيبقاش خلاص. فلو حد شافه في الفتره دي يدي انطباع عنه ان هو انطباع حاجه ثانيه. خلاص. النساء بحكم الجبله الانسانيه التي خلقنا عليها الشهر كله مش نمط واحد. لا، الستات بيجي حاله، كل ست بتمر بحاله اقرب للاكتئاب، للكسل، للتعب البدني، للشعور بان هي حد عايز يهتم بيها وبتاع، غير باقي الاوقات التانية حتى لو دي مش شخصيتها في العام. وهكذا لو هو محدش فاهم ان هي نمط الشخصيه ده بتاعها بيروح ويجي، وبالذات في الستات يعني اللي هو ايه؟ غايه الرضا اهو. في غايه الرضا حاجه تانية خالص. عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين، انا دايما اضرب ليه مثال اعلى حاجه، لانه ما دام ده اعلى حاجه يبقى انتوا بخير ان شاء الله يعني. عائشه رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انا بعرف ان انت متى تكوني راضيه ومتى تكوني غاضبه على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له انت؟ قال لها لما تكوني راضيه بتقولي، لما تيجي تقسم تقول لا ورب محمد، لما تكون زعلانه تقول لا ورب ابراهيم. يعني الموضوع وصل للدرجه دي. وصل للدرجه. فضحك عليها قالت والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك، يعني انا ببقى مخصماك، يعني فاهم؟ خصمه لسه مش عايزه تقول ايه، مش عايزه تقول. يعني دي ام المؤمنين وده مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول لك ايه؟ ما يمكن كان مزعلها. ما هو احنا بنضرب مثال باللي هو احسن، يعني ايه؟ خير خلق الله عز وجل هو ده.
عشان كده احنا ايه بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رحمه في كل شيء، وخاصه في تعامله مع النساء. يعني ايه؟ يعني انتوا المفروض تصلوا على النبي ضعف الرجاله مثلا. عشان ايه؟ اول حاجه انتم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم الواحد عنده دين يحجزه او خلق، لما يعني يبقى عملك اللي ما يتعملش وما فيش اي مخرج من جواه، اكنه راح لابوها فقال له ايه؟ استوصي بها خيرا. وابوها ده النبي، مش كان هيسكت؟ كان هيسكت. النبي وصاه. كثير جدا من السلف كانوا يقولوا له يعني مراتك وبتاع، فيقول هن وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ استوصوا بالنساء خير. من اخر ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه والنساء. فيعني انتوا ايه في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه النبي قال كده؟ هو اخبر بالغيب عن الخلق، فيعني فما يعني ايه؟ عادي.